السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. هنعمل فراخ مشويه بالطعم الحاتي واتحدى. بسم الله ونبتدي. لكل كيلو من الفراخ ايا كانت بقى، اجنحه، صدور، دبابيس، زي ما انتم عايزين، ربع كوبايه من ميه البصل، معلقه كبيره من الخل، معلقه عصير ليمونه، ومعلقه صغيره من الملح لو هتبات في التتبيله، لكن لو هنعملها ساعتين 3 نخليها معلقه كبيره من الملح. وهنحط كمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الصلصه بتاعه البرطمانات، وكمان هنحط عليها رشه من الزعتر، ولو حابين شويه شطه عليها طبعا يا سيدي. المهم هنجيب الفراخ بتاعتنا وهننضفها، وهنعمل فيها فتحات بالسكينة، وهنحط التتبيلة فيها داير ما يدور. هنحاول نفصل الجلد عن الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما اتحطت في التتبيلة. يا اما نعملها على الطاسة، يا اما نعملها في الفرن، يا اما نعملها على الفحم. طبعا انا عاملاها على الفحم، لكن على الطاسة انا عملتها معاكم قبل كده وحطيناها ما خدتش نص ساعة، وعملتها في الفرن معاكم قبل كده على الرف الاولاني، شغال فوق وتحت على اعلى درجة حرارة لمدة 45 دقيقة لكل كيلو. هيخرجوا من الطاسة او من الفرن هنعملهم فين؟ نحط لهم فحماية كده صغيرة ونقفل عليهم ونسيبهم ياخدوا ريحة الفحم، لكن انا بصراحة عملتها على شواية الفحم. اتمنى ان تكون التتبيلة عجبتكم، جربوها وهتعجبكم.